فهتيجي تقول لي طب هو ايه الفرق بين التنظيم وبين الوسواس؟ وجود القلق في الاثنين. ما احنا لازم نبقى منظمين، بس لو التنظيم ده بيجي على حساب اعصابي والتنظيم ده بيخليني احرق بنزين وانا واقف مطرحي، يبقى ما انجزتش. يا فرحتي بالتنظيم وفي الاخر الحاجه ما خلصتش. انت قعدت في نفس الصفحه تعيد وتزيد، خلصت الامتحان؟ لا، سقطت. انت قعدت تراجع في الميزانيه لحد ما ميعادها فات، عديت عملت سبمشن؟ لا، ما عملتش، يبقى سقطت. انت قعدت توسوس لدرجه في الاخر انت ما نزلتش، قعدت تظبط في الياقه وفي القميص وفي البنطلون نص ساعه، لحقت ميعادك؟ لا، ما لحقتش. لكن كون ان احنا نبقى منظمين ومرتبين دي بتبقى جايه مع بعض الناس باي نيتشر كده، بالولاده وبالخلقه، وفي ناس بتتعود على التنظيم وعلى الترتيب من عيشتها في بيت اهلها. الاهل كلهم منظمين، اثنوا على النظام. خش من المدرسه شنطتك بتتحط هنا، الشوز بتاعك بيتحط هنا، هنخش ناخد دش، هنعلق هدومنا، هنحط كذا. فابتدينا نعود الولاد انهم يبقوا منظمين. لكن لو التنظيم زاد عن حده، مش ساعات يقول لك ايه الحاجه لما تزيد عن حدها تقلب ضدها؟ ما هو لو التنظيم زاد عن حده هيبقى النتيجه ايه؟ وساويس، مش هننجز.